السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تاني ماجيك توتوريال من ألبوم قرار تشريح، والخدعة دي اسمها نزيف أفكار. ليه اسمها نزيف أفكار؟ لأنها مقتبسة من إنها قراية أفكار، فلما يحصل نزيف في الأفكار يعني أنت قدرت تعرف معلومات كتير جدا. بس هو المبدأ بتاعها إن أنت بتقرأ أفكار الشخص باستخدام الكوتشينة. فعشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف الخدعة بعد كده نشوف الشرح. أول حاجة هتطلب من الشخص اللي قدامك إنه يفنط الكوتشينة كويس. بعد كده هتاخد انت منه الكوتشينه تقول لي قول لي ستوب في اي مكان انت عايزه. ولنفترض قال ستوب مثلا هنا، خليه يشوف الكارت ده كويس بالعلامه. طيب ده جوكر فبلاش جوكر، يعني لو انت معاك كوتشينه فيها جوكرز يعني يستحسن تشيل الجوكر من الكوتشينه. تاني قول ستوب مثلا هنا، احفظ الكارت كويس بالعلامه. قول له افتح ايديك الاتنين، حط الكوتشينه في ايده وتقدر تعرف ايه الكارت اللي اختاره بكل سهوله. الخدعة عشان تبقى عارف، طبعا انا عارف ان الكارت 3 سبيدز. الخدعة عشان تبقى عارف هي حلاوتها في بساطتها. هو انت لازم تتدرب على التكنيك بتاعها وبالتالي هتلاقي نفسك اتقنتها. يعني انت بس مجرد ما تعرف التكنيك خلاص انت كده الخدعة في جيبك. الخدعة عبارة عن ان انت كوتشينه بتتفنط عادي، بتاخد الكروت بايدك الشمال، تفردها كده زي ما انت شايف وتمسكها بالشكل ده. لازم تخلي صباع الخنصر تحت قوي بالشكل ده كده. بعد كده تيجي بالسبابة في ايدك اليمين تفر وتخلي الشخص يقول ستوب. هو طبعا شايف الكروت قدامه بتتغير، فاقول له قول ستوب في اي مكان. فوانت ماشي ممكن يقول ستوب هنا. هتفتح بس شوية كده تخليه يشوف الكارت، وانت بتقفل هتحط بريك صغير. الموضوع كله في ان انت وانت عامل بريك انت لحد دلوقتي انت مش شايف ايه الكارت. مجرد بس ما تلف في ايدك، بص هتلف في ايدك بالشكل ده بقيت شايف الكارت 6 دايموندز. مجرد ما يعني تسويتش او تبدل الوضع بتاع ايدك وتقول له افتح ايديك الاتنين، وانت بتعمل كده ايديك الاتنين هتبص على 6 دايموندز. ومش شرط تبص على فكره، يستحسن ان انت وانت بتعمل تكون شايف ايه الكارت. زي ما انا مثلا اعمل كده واقول لك احفظ الكارت كويس بالعلامه، وانا شفت ان دي 9 دايموندز اهو. يعني مش شرط اعمل كده، فاهم؟ لا بص، مثلا بتقول لشخص قول ستوب في اي مكان، احفظ الكارت ده كويس بالعلامه دي 9 دايموندز. بص احفظ الكارت ده كويس بالعلامه دي 9 كلوبس. انا قدامك مش ببص، انا باصص لك انت. يعني انتوا دلوقتي يا جماعه بتتفرجوا شايفيني باصص لكم، بس انا قشطه شايف ايه الكارت اهو. شايف احفظ الكارت ده كويس بالعلامه ده شايب قلب او ولد قلب. هو بس الكروت دي عشان مش زي الكروت العاديه فانا متلخبط شويه عن الشكل الاساسي، يعني فاهمين قصدي؟ فانت لو متدرب على الصور وعندك ذاكره فوتوغرافيه لكل شكل كارت خلاص الموضوع هيبقى سهل معاك. انت بس محتاج تتدرب عليه. احفظ الكارت كويس بالعلامه 8 دايموندز. شايف انت؟ فهي نفس المبدأ. أول حاجة تفرد الكروت بالشكل ده، تحط إيدك قول ستوب هنا، شوف الكارت كويس بالعلامة. أنت كل ده مش باصص وأنت بترجع. بص هتيجي بالإبهام بدل ما هو كان ورا هتخليه قدام وتلف الكروت كده. خلاص أنت شفت إن دي 5 كلوبس أهي. تقول له افتح ايديك الاتنين، حط الكروت في ايده خليه يقفل عليها. قول له فكر كويس في الكارت. في حاله الخمسه كلوبس هنعمل ايه؟ اوعى تروح تقول للشخص فكر في كارتك كان 5 كلوبس. دي كده مش قرايه افكار. لازم تبقى فاهم ان قرايه الافكار عشان تبان حقيقيه فانت لازم تبين ان انت فعلا مش عارف. يعني تخيل كده ان انت المتفرج اللي بتتفرج عليا عايز تقرا افكاري وانا بفكر في كارت. ايه الحاجات اللي هتحاول تعملها عشان تعرف ايه الكارت اللي انا بفكر فيه؟ انك تعرف الاول هو احمر ولا اسود، ان هو زوجي ولا فردي، ان هو صورة او رقم، وهكذا. فانت اعمل نفس السيناريو كأنك فعلا مش عارف الكارت. انت ماشي، انت في مخك انت عارفه، بس حاول تاكت مع الشخص ان انت فعلا مش عارفه. فاهم قصدي؟ طيب فدلوقتي انا بفكر في 5 كلوبس وانت الساحر بتقراني او بتقرا افكاري، فتقول لي فكر في الكارت، فكر في لونه كويس. افضل قول اللون في سرك ورا بعض كانك بتقول اسود 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 اسود. فهتلاقي الشخص بدا يرياكت. فلما يرياكت قول له بص انت ضحكت يبقى هو اسود. هو كده كده ممكن ما يضحكش، فلو ما ضحكش قول له بص في الحاله دي. لو ضحك قول له بص انت ضحكت فهو اسود. لو ما ضحكش قول له بص انت ما ضحكتش. فانت عايز تداري عليا ان انا اعرف ايه لون الكارت الحقيقي، فهو بالتالي اسود. فانت لازم يبقى عندك جاستيفيكيشن في الحالتين. فاهم قصدي؟ فتاني فكر في لون الكارت، افضل قول اللون في سرك ورا بعض كانك تقول اسود اسود اسود. لو ضحك قول له اسود انت ضحكت فهو اسود. لو حواليك ناس تحاول تفسر لهم، فهنا مايند ريدنج هيبان حقيقي. طيب لو هو ما ضحكش قول له فكر في لون كويس، افضل قول له في سرك ورا بعض كانك تقول اسود 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 اسود. بص هو ما ضحكش لانه بيحاول يداري
وده يثبت العكس، فانت بتفكر في اسود. فساعتها هيقول فعلا. فالناس اللي حواليك هتبدا تصدق فيك، او هتبدا تصدق في اللي انت بتعمله ان ده فعلا مايند ريدنج، فاهم؟ وممكن تغلط في النص، لان المايند ريدنج بطبعه مش حقيقي، او سوري يعني مش بنسبه 100% بيظبط. فانت لازم تغلط لك مثلا مره. قول له فكر في العلامه، بص لي في عيني، فكر في قلب اسود، صح؟ يقول لك ايه ده؟ لا مش قلب اسود، ده ورده مثلا. فانت تقول له ايه ده؟ طب تمام، انسى اي حاجه انت بتفكر فيها، عايزك بس تفكر في العلامه بس، ما تفكرش في اي حاجه تاني في دماغك، لا مثلا امتحانات ولا مذاكره ولا اي حاجه. فكر بس في العلامه. تمام، بص لي، تمام هي ورده. فيقول لك تمام. فانت هنا ممكن تغلط وانت اوريدي عارف انها ورده، بس كون انك تغلط هنا بتخلي المايند ريدنج يبان حقيقي اكتر. طيب ثالث حاجه، فكر في الكارت. ممكن تخليه تطلب منه يمد ايديه الاثنين، فيمد ايديه، تبدا تمسك ايديه الاثنين تقول له فكر في سواء هو رقم او صوره. او ممكن تقول له كده فكر في الرقم كويس. فلو هز راسه قول له تمام كده هو رقم، انت اديتني المعلومه على الجاهز. كان ممكن يكون صوره، فلو هي صوره انت كان ممكن تبان كونفيوزد شويه، فاهم؟ فيقول لك تمام. فانت قول له فكر في الرقم. لو هز راسه قول له بص انت هزيت راسك يبقى هو اوريدي رقم مش صوره. لو ما هزش راسه قول له تمام. انا هقول شويه ارقام، هقول يعني كروت الكوتشينه، وانت حاول ما تدينيش اي رياكشن. ايس 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولد بنت شايب. بعد كده ممكن تقولهم تاني، قول له بص انا حسيت ان انت رياكشن وشك اتغير عند 5 و7 و9، هو واحد منهم صح؟ تمام. فكر هو كان ايه، بص لي في عيني كويس. 5 كلابس. ساعتها انت قريت افكاره زي ما الكتاب بيقول. فركز في الحاجات المهمه دي. فمش معنى ان انت عرفت الكارت مثلا كارته 5 ورده، او مثلا اهو 5 قلب، فانت تقول له فكر في كارتك 5 قلب. انت كده دي خدعه، دي كده في دماغه انك مش بتقرا افكار. انت كده دي خدعه، وانت خلاص يعني بتحاول تحور عليه بقى. فبس اتمنى تركزوا في الفيديو ده جامد وتهتموا بيه. ودي كانت خدعه النهارده، خدعه نزيف افكار. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل سبسكرايب في القناه، وتكتبوا لي تحت ارائكم في الالبوم ده. وبرضه ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك. ومش محتاج منكم اي حاجه تاني والله. شكرا جدا ليكم، بحبكم، وشكرا انكم اتفرجتوا لحد هنا. انتظروني في الماجيك توتوريال الثالث من البوم قرار تشريح. سلام عليكم.